المهم البنات اقل شيء تقال على هذا الماسك شي حاجه توب توب توب، زوين بزاف، كيخلي البشره ديالك بحال ديال الاطفال، ناعمه الملمس. وحق الله شوفوا دابا واحد لابغيونس عندي هنا، والبشره ملي كديروا هكا بيديكم كتحسوا بها رطيبه وناعمه بزاف. وديروا هذا الماسك لانه فريمون زوين، غادي تستافدوا منه وما غاديش تندموا عليه بتاتا. فيه بزاف ديال الفوائد للبشره البنات. خليكم مع لا فيديو باش تعرفوا يعني الفوائد اللي فيه وطريقه التحضير وشنو المكونات اللي اهلا وسهلا البنات، لاباس عليكم بخير كي دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بالف الف خير وانتم غتشاهدوا هذا الفيديو. توحشتكم بزاف والله العظيم. يعني وليت كنتاخر على شي شويه ليكم في انني نحط لي فيديو، وهذا راجع لعامل ديال الاحباط. مهم فتره وصافي، لان فريمون ملي كتكون كتخدم من نيتك وكدير لي فيديو كتعب عليهم وما كيلقاوش واحد المشاهده مرضيه، ما كيشوفهمش الناس، فكتقول علاش غنديرهم والناس ما كيشوفوهمش، وانت كتبغي توصل واحد الافاده للناس، واحد الوصفات اللي يستافدوا منها الناس، وداك لي فيديو ما كيطلعوش، وكتلقى يعني في نفس الوقت كاينين فيديوهات تافهين كيطلعوا. الوغ كيجيك واحد الاحباط. مي ان شاء الله انا الناس اللي كيسولوا فيا والناس اللي كيقولوا لي كوثر ما بقيتيش كتحطي، رجعي عافاك حطي في اليوتيوب كما كنتي، بغينا الوصفات بغينا هذه. هادو هما الناس اللي كيشجعوني وخلوني انني نرجع، وان شاء الله نحاول ما امكن انني مابقاش نغدر عليكم بزاف، او نحط نهار نهار لا، يعني قدر المستطاع. وان شاء الله البنات ما يكون غير الخير، وبكم ان شاء الله غادي نوصلوا. الوغ البنات ان شاء الله اليوم نزولا عن طلب بعض الصديقات اللي كانوا طلبوا مني وصفه ديال يعني توحيد البشره، لون البشره، وكذلك ازاله التصبغات، ازاله الكلف. فان شاء الله اليوم عندي لكم واحد الوصفه كما كتشوفوا اللي غتكون هائله. النتيجه ديالها جد مرضيه، كتبان من اول استعمال. ما يمنعش انكم تكملوا في الوصفه، لان اي ماسك خصنا او موان نديرو 3 فوا بار سيمين باش كتكون النتيجه زوينه والبشره يعني كتستافد. شو غنقول لكم؟ مهم هاد الماسك هذا المكون الرئيسي ديالو هو الحلبه. كما كتشوفوا الحلبه اللي كنعرفوا انها واحد المكون خطير جدا للبشره، لان فيها بزاف د الفوائد والفيتامينات ويعني المضادات الاكسده اللي كتمنع ترهل البشره، وكذلك عندها فوائد كثيره على البشره، منها انها كتصفي كتوحد لون البشره. اسمحوا لي ماشي خدامه، نتمنى ما يكونش الصداع ديالها مجهد. كتوحد لون البشره، كتعطي نضاره للوجه، كتحيد البقع الداكنه. كذلك البنات عندها واحد العامل في تسمين الوجه بالنسبه للبنات اللي عندهم الوجه ديالهم ضعيف، فهي كتسمن الوجه، كتنفخ الحنيكات، كتنفخ الوجه. بطبيعه الحال خصكم تداوموا عليها الا بغيتوا انكم هي الماسك كماسك فهو عنده عامل يعني تبييض، عامل ازاله البقع، عامل ازاله التصبغات وهذا. ولكن الا داومتوا عليه كتر وكتر فهو كيعطينا كينفخ الخدود وكينفخ الوجه بالطريقه اللي بغيتوها نتوما. والبنات المكونات الباقيه هي ملعقه حمص كما كتشوفوا هنا. انا عندي ملعقه حمص، عندي هنا نشا الذره، وعندي حليب نيدو بودغ، مع بطبيعه الحال يعني كسميتها الحلبه. فهادو هما 4 المكونات كما كتشوفوا. غادي نخلطوهم بالعسل، وبطبيعه الحال بما ان العسل يعني قاصح فاحنا غادي نضيفوا معاه يا اما شويه د مورد، يا اما شويه د الليمون، يا اما شويه د الماء. بالنسبه لي البشره ديالها حساسه فما تستعملش الليمون، دير ماء الورد او الماء. البشره ديالها ما حساساش دير الليمون، عنده فعاليات زوينه مع هاد المكونات. بسم الله غادي نخلطوا المكونات. بعدا نمزجوا هاد النواشف هادو، نخلطوهم هاد النواشف هادو باش يمتزجوا، باش منين نضيفوا المكونات الاخرين ما يبقاش معزولين. وقيلا المهم انا جاني هاد الخليط كتير، فانا غنقسمو على جوج باش بشحال من مره كندير شي ماسك وكيبقى ليا حتى كيضيع. الو غادي نقسمو على جوج باش ندير غير المقدار اللي غيكفيني. الوغ البنات غادي ناخذ هذا القدر وغادي نضيف هنا عليه كما كتشوفوا العسل. المهم انا غادي نضيف العسل نخلط وراني معكم كما كتشوفوا البنات. العسل هنايا عندي العسل
يعني قاصح، فما غاديش يلاخر ليا المكونات، فضروري خصني نزيد شي سائل. المهم انا غادي نزيد يا اما ماء الورد يا اما الماء العادي. المهم انا غادي نزيد ماء الورد، وانتم زيدوا اللي بغيتو. باش هكا تولي عندنا واحد العجين متماسك. البنات ما تستهنوش بهذا الماسك، راه ماسك من الدرجه الاولى، اخطر ماسك، الفعاليه ديالو رائعه جدا البنات. هانتوما صافي، نخلطو بحال هكا باش تمتزج لنا العسل مع الاخر ديالنا. فوالا، ها هو القوام اللي بغيناه. الوغ البنات دابا بما ان المكونات امتزجوا غادي نخليوهم واحد 3 مينوت هكا باش يطلقوا ديك الحوايج اللي فيهم، المنافع اللي فيهم يطلقوا في بعضياتهم، ونرجع باش نديروا انا وياكم الماسك. بنات مهم دابا غادي نديروا الماسك ديالنا. بطبيعه الحال من بعد ما الوجه ديالنا كنغسلوه، انا راه وجهي نقي لانني دابا حاليا يعني كنت غير في الدار، دابا راه الليل. نديروا هاد البوندا ديالنا باش هكا يعني ما نقيسوش الجوانب ديال الشال. لوغ البنات دابا ناري طاحت لي الشيته كلها، شوفوا طاحت لي. امشي نغسلها ونرجع. صافي البنات دابا غادي نديروا الماسك ديالنا. اللي بغيت نقول لكم البنات هو يعني الريحه شويه د الحلبه، مي غير دابا في الاول ما كتبقاش في الوجه. ملي كتغسلوا وجهكم ما كتبقاش. خاصكم تعرفوا ان الحلبه واخا ديك الرائحه ديالها القويه فهي يعني عندها فوائد كثيره بزاف. بالنسبه لهذا الخليط البنات كنخليوه 20 دقيقه على وجهنا، لان ما فيهش الليمون، ماشي مشكل. والنتيجه ديالو زوينه بزاف وكيخلي واحد لفه زوين. كما قلت لكم الا كثرتم استعمال الحلبه في لي ماسك فهي كتسمن الوجه. وان شاء الله غادي ندير لكم واحد الطريقه ديال الحلبه كتسمن الخدود، لكن طريقه زوينه وفعاله. ماسك ولدي ما كرهش هو يدير الماسك، كيحماق على كيشوفني كان هذا كيبقى يقول لي ماسك وي ماما ماسك هذا. المهم البنات هانتوما كتشوفوا غنحيد دابا الشالي باش ندير في الجبهه ديالي، نخليه 20 دقيقه ونرجع باش نشوفوا النتيجه مجموعين. بعد غسلت وجهي كما كتشوفوا مازال شويه فازق. فريمون شي حاجه زوينه. الماسك واعر صراحه. غير هو ملي تكونوا كتغسلوها البنات حاولوا ديروا بواحد الحركات دائريه، لان اصلا الحلبه حرشه ماشي حرشه، المهم الحلبه هكا شويه خشنه. باش ديروا واحد الكوماج يعني وتستافدوا منها وانتم كتغسلوها، ديروا واحد الحركات دائريه بحال كتفركوا هكا بحال هكا باش تحيد لنا ديك الخلايا الميته وتحيد لنا دوك الاوساخ اللي كاينين في البشره ديالنا. المهم البنات وحق الله انا عجبني صراحه الماسك، فريمون ارتحيت ليه وريح لي الوجه ديالي، عجبني بزاف. بغيتكم حتى نتوما تجربوها البنات، تجربوا هذا الماسك. هذا راه ساهل، ما فيهش شي حاجه يعني ما كايناش، فقط الحلبه والنشا وحليب بودر والحمص، وتخلطوهم بالعسل اولا ما ورد اولا الماء. اللي ما عندوش العسل يمكن البنات اللي ما عندهاش العسل
ماشي بالضروره يعني تخلطوه بالماء ولا ما ورد صافي، باش ما يعني تصعبوهاش على راسكم. ضروري يعني ماشي ضروريه العسل، ولكن الا كانت راها زوينه بزاف اللوجه. هذا هو الماسك اللي بغيت نشارك معكم هذا النهار، فريمون زوين بزاف البنات، وحق الله الا واحد الرطوبه، واحد البشره ديالكم كتولي ناعمه الملمس ديالها زوين بزاف. و خصكم ديروها 3 فوا بار سيمين، نهار نهار لا، باش هكا تستافدوا من الاخر ديالها، يعني لي في ديالها. وراها افيكاس، يعني ما تخافوش من حتى شي حاجه، افيكاس فعاله، والحلبه معروفه زوينه للوجه. نتمنى الفيديو تكون نالت اعجابكم واسمحوا لي الاطاله، وان شاء الله نتلاقاو في فرصه سعيده ان شاء الله في حلقه اخرى. دابا ندير لكم بزاف ديال لي ماسك، راهم عندي الكتاب مازال ما ساليته، عندي فيه بزاف ديال لي ماسك مكتوبين، لي ماسك ديال كليوباترا، داك لي ماسك ديال شحال هادي. المهم دابا ندير لكم ان شاء الله البنات، وهذا الشيء اللي كاين. نتمنى نتلاقاكم في شي ساعات الخير ان شاء الله. بوسه كبيره، ودعموني بلايكاتكم واشتراككم البنات، ما تخسروا والو. المهم الا شفتوا ان قناتي تستاهل فدعموني باشتراككم ولايكاتكم وتعليقكم وارائكم ونصائحكم وكل شيء، مرحبا باي وحده. ولله يخطيكم اليوم، مع السلامه.